بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات. اليوم راح نحضر معاكم أبن وصفة بركوكس سهلة وسريعة بمكونات بسيطة. ما نطولش عليكم ونبداو على بركة الله. بسم الله. نجيب كوكوط ولا طنجرة نحط فيها كل شي بارد في بارد، حوالي فنجان ناقص أسبوع زيت، حبة بصل متوسطة مسكرفجة، نضيف لها مورس ودجاج، أنا حطيت نصف صدر دجاج. نحط الخضر اللي موجودة في الثلاجة مقطعة مكعبات صغار، عندي نصف حبة فلفل حلو وحبة صغيرة لفت، حبة جزر وحبة بطاطا صغيرة، هادو كامل مقطعتهم أنا كاريات كيما راكم تشوفوا. نضيف لهم حبة طماطم كبيرة مسكرفشة ولا زوج حبات صغار، ملعقة صغيرة ملح حسب الذوق، أنا ندير مغرفة صغيرة، إذا خصني من بعد نزيد، تجيني ناقصة ملح ومشي مالحة. وفي التوابل عندي نصف ملعقة راس الحانوت، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، نصف ملعقة كركم، أنا ما نكترش التوابل بالماكلة تاعي صدقوني تجي بزاف بنينة. نخلط المكونات بارد في بارد ونضيف لها ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، أنا دايرتها مكعبات ومجمدتها كي نحتاجها نجمد وحدة، ونحطها فوق النار حتى تتقلى مليح، ونروح نضيف لها الحمص كنت مشمخته وغليته من قبل، ونمرق الماء مليح ونحطه فوق النار ونخليه يطيب حتى يطيب الدجاج تاعنا. في هذه الأثناء نجو نخدموا البركوكس تاعنا. للأمانة أنا درت محمصة، نحطها في إناء ونضيف لها ملعقة زيت نباتي، ندخل قاع هذيك الزيت في الحبات تاع البركوكس، من بعد نفورها، وكي تفور نروح نفرغ عليها الماء، يعني نرشه وهو في الكسكاس ونخليه يقطر، ومن بعد نرجعه للإناء باش يبرد ويشرب الماء في نفس الوقت، وبعد 15 دقيقة نرجع نحطه في الكسكاس ونديره يفور للمرة الثانية. وهذا هو السر باش ما يجمدش معكم البركوكس ويقعد هكاك بالمرقة تاعو، حتى لو كان تخلوه ليلة كاملة راح يقعد بالمرقة تاعو. من بعد كي يطيب هذاك الدجاج نقعوه من المرقة تاعو ونروح نحطو هداك البركوكس اللي كنا فورناه للمرة الثانية في المرقة، ونخلطه ونرجعوه فوق النار، وما نلهوش عليه، نقعدو قدامه مرة مرة نحركه باش ما يلصقش في القاع تاع الكوكوط. اما هذاك الدجاج نفتوه كامل باش الواحد كي يرفد ملعقة تاع البركوكس يرفد معها فتة دجاج. وكي نقولوا بركوكس نقولوا فلفل حار مقلي، عندي فلفل حار مغسول نفتحه في الجنب ونحط له شوية ملح ونقليه. وهنا عندي بعد ما طاب البركوكس تاعي الله الله نحط له كمية تاع الدجاج من الفوق اللي فتتناه وقرن حار مقلي الله الله، وهذه هي النتيجة صدقوني بزاف بزاف بنين. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة، جربوها صدقوني راح تنجحوا فيها ومن أول مرة. راني عطيت لكم وصفة من القلب، شاهدكم في الجنة إن شاء الله، وما تنسونيش بالجيم والبارطاج، وسلام.